راديو مكة بيقول ايه؟ تعليق على الاشتراكية. من بعد الانفصال السوري بدأ راديو مكة حملة علينا او حملة على الاشتراكية بدون سبب. هو احنا طالبنا بتطبيق الاشتراكية في المملكة السعودية عند الملك سعود؟ ابدا، احنا ما طالبناش بتطبيق الاشتراكية هناك، ده مش شغلنا. احنا طبقنا الاشتراكية في بلدنا. طيب، الملك سعود اخذته حالة عصبية وانعكست هذه الحالة في راديو مكة بدون ما نجيب سيرتهم بأي كلمة. بيطلع راديو مكة وبيقول ايه العدالة الاجتماعية اللي بيقولوا عليها، اللي بيتكلم عليها عبد الناصر؟ دي العدالة لله ولا يمكن لمخلوق ان يفرضها بأي حال من الاحوال. طب اذا كان كده بنلغي المحاكم، نلغي وزارة العدل، نلغي جميع انواع العدالة ونسيب القوي وصاحب الملك يسلب ثروات هذه البلد. بعدين يطلع راديو مكة علينا ويقول ايه الكلام الخاص بإذابة الفوارق بين الطبقات؟ ده كلام ضد الدين. الفقراء ليهم الجنة. طيب، الفقراء ليهم الجنة، وانتم يا اصحاب راديو مكة مش عايزين نصيب من الجنة ولو صغير قد كده بأي حال من الأحوال؟ طيب، والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة؟ هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا قصاده نصيب في الجنة. ولكن ده منطق راديو مكة؟ بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الناس؟ ولكن سرقة الشعارات. نسيهم ان الناس بيعرفوا ان الدين هو دين العدالة ودين المساواة، الدين ضد الظلم الاجتماعي، الدين ضد الاستغلال بكل معانيه. الدين الإسلامي كان أول ثورة وضعت المبادئ الاشتراكية اللي خاصة بالعدالة والمساواة. بيقولوا راديو مكة ان الدين بيقول ان احنا نتصدق. ابدا، مش بس الصدقة، الدين مش بس الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتبر الاموال ملك للمسلمين جميعا، مش ملك للملك زي ما هم عاملين النهاردة هناك وبيقولوا ده الدين، ده تزييف للدين. الدين ضد هذا. الأموال ملك الشعب كله، عوائد البترول ملك الشعب كله، مش ملك الملك بس. سرقوا الشعارات، زيفوها على أساس إنهم يخدعوا الناس. وأنا بقول لهم هم هجمونا بدون داعي، لأن احنا أعلنا الاشتراكية والعدالة في بلدنا، كانوا في هذا بيدافعوا عن أوضاعهم اللي هم يعلموا إنها منافية للدين ومنافية للعدل ومنافية لشريعة الله، منافية لكل أماني الشعوب. عندنا خسائر، أنا هقول لكم عدد الخسائر بالكامل، ومن أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115. كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. كنتش مصدق هذا الكلام. كيف تجرؤ أمريكا أو كيف يتصور أن أمريكا بتفكر في أنها تغزو سوريا بالاتفاق مع تركيا والاتفاق مع العراق؟ بعدين اما طلعت مذكرات ايزنهاور حط الخطة كلها في المذكرات وقال انه بعتوا لوي هندرسون الى تركيا علشان يتفقوا مع الاتراك من اجل الهجوم على سوريا، وبعدين راحوا الى العراق واتفقوا مع نور السعيد على الهجوم على سوريا، وبعدين بعد ما تقرر هذا رجعوا في كلامهم. هذا الكلام حصل سنة 57، واتقال ايضا في مذكرات ايزنهاور
ازاي ارادوا ان يقيموا قوة ضد القوى الثورية اللي كانت تتزعمها مصر في هذا الوقت، فاقترحوا على الملك سعود انه يسير من اجل دعاية اسلامية وحلف اسلامي ومؤتمر اسلامي. ثم دعوا الملك سعود الى امريكا، وراح الملك سعود الى امريكا، وقال ايزنهاور انهم كانوا قرروا ان ايزنهاور ما يطلعش المطار يقابل حد، ولكن من اجل هذه الخطة طلع المطار وقابل الملك سعود. ورجع الملك سعود من امريكا وما مشيتش عملية الحلف الاسلامي. عملنا هنا اجتماع حضروا الملك سعود وحضروا شكري القواتلي وحضرته انا، وحصل كلام على هذه المواضيع ولكن صرف النظر عنها. النهاردة بيطلع الملك فيصل ويقول ان مش الامريكان هم اصحاب المؤتمر الاسلامي او الحلف الاسلامي، ولكن ده كلام من دماغه هو، لا يهدف منه الا خير المسلمين وخير الدين. طب ونقول له والامريكان راحوا فين؟ هم الامريكان طلعوا من السعودية، والانجليز راحوا فين؟ الانجليز والامريكان موجودين النهاردة في السعودية، والسعودية تحت النفوذ الامريكي الانجليزي. الجمعة اللي فاتت من 4 ايام في هيئة الاذاعة البريطانية التلفزيون الانجليزي عامل برنامج عن اليمن اللي هي البي بي سي، وبعدين راحوا شتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة. احنا كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا يهزوا الحكومة، والنهارده ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة كمان ونشتمهم من اكبر واحد لأقل واحد. جابوا الاساطيل، حصل ايه؟ ما جابوا الاساطيل هنا بورسعيد هزموهم. هل الاساطيل نفعت معانا سنة 56 ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم، طلعوا بخيبتهم؟ النهارده ما قدامهمش الا انهم يشتمونا، والله ما بيشتمونا بنشعر ان احنا ناس مهمين. بقى كان زمان جريدة التايمز لما تتكلم كلمة يسقط رئيس وزراء المملكة المصرية. النهارده اما بيشتمونا، طب ما احنا نقدر نشتمهم؟ واحنا جريدنا ما تقدرش تشتم ملكة بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا؟ ممكن قوي. ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطة في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام ده، بنجيب لهم الكلام اللي على الحيطة ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ ما احنا ممكن يعني اذا كان الموضوع اباحة يعني، لكن ايه؟ احنا بنشعر بان احنا اقوياء، بنشعر ان الدنيا اتغيرت. اما بتطلع الاذاعة البريطانية وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. وبعدين بنقول والله ده احنا بقينا كويسين قوي. كان زمان جريدة التايمز تكتب كلمة يسقط رئيس وزراء مصر، والنهارده بورسعيد سقطت رئيس وزراء بريطانيا. الدنيا اتقلبت، الدنيا اتغيرت. يشتموا زي ما يشتموا. فيصل فاكر انه ايضا هيقدر يبني قوة جوية ويجيب انجليز وبتاع. امبارح قريت خبر انه هيعمل مطار قرب اليمن، ومشتري 12 طيارة ب6 مليون جنيه، يعني 12 طيارة. وبقول له 12 طيارة دول بنقدر نخلص عليهم في 5 دقايق. بيدفع ال 12 مليون جنيه، وإذا ما انتهتش الأمور وإذا مشيت في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، بتصبح الصبح بتلاقي ضاع منك 12 مليون جنيه. واحنا في هذا ندافع عن ثورتنا، ونعتبر ان ثورة اليمن ثورتنا، ثورة العرب كلهم، وإلا ما كناش بعتنا أبنائنا هناك ليقتلوا ويستشهدوا ويضربوا أكبر صفحات البطولة. فبيقولوا إن قعدوهم هناك ممكن يقعدوا الجيش المصري بقى يتذمر هناك من اليمن ويرجع يعمل ثورة.
بنقول لهم والله نقبكم بيجي على شونا واحلامكم احلام عصافير. الكلام ده انتوا والانجليز، وبل بالعكس انتوا والانجليز بتفكروا بهذا الكلام، ولكن الجيش المصري جيش واعي، جيش وطني، جيش عربي، جيش مقاتل، جيش سائر، جيش مناضل. واذا كان مش جيش مرتزقه، وفي نفس الوقت هم بيكبروا الجيش وفاهمين انهم هيعملوا جيش كبير بيقدروا يحاربونا بيه. طبعا عملية بناء جيش مهما جابوا خبراء انجليز وخبراء امريكان مش هيقدروا ابدا يبنوا الجيش اللي يقدروا يتصدوا لنا بيه. وكل ما سعود اتكلمنا عليه قبل كده وعارفين حكايته كلها من اولها لاخرها. و يعني والضرب في الميت حرام.